السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بصيام عاشوراء. معايا هنا بقى المشتريات او اليوم العسل دوت، يعني جبنا العيد بعد العيد. هنا معايا بقى كيس المخلل زي ما انتم شايفينه كده. وهي معانا هنحضر فطار النهارده. معايا هنا كيسين من البرتقال بالجزر، كنت مخزنه معاكم طريقه الخزين في القناه. زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا فراخ، ومعايا هنا برضو بلح كان بالفريزر. طبعا البلح ده لازم يتحط بالتلاجة عشان ما يسوس، ده من ايام رمضان. ومعايا هنا المخلل ما شاء الله، يعني حطيت الكميه اللي انا استخدمها على القد، والباقي حطيته سبته في الكيس عشان ما يغيرش لونه. وهنا ترمس وحمص زي ما انتم شايفين كده بابلو، وبتركه بقى قد ساعة، وبعدين بغير له المية وبحطه على النار لحد ما يستوي معايا. هنا الترمس كان بعد ما استوى واتغسل، وهنا برضو كان الحمص استوى وبرضو غيرت له المية بتاعته. وهنا كان جاهز على الاكل، يعني ما شاء الله طبعا تسالي للحر وللصيف. وهنا برضو كان كيكة، طبعا طريقة الكيكة دي معمولة ميكس في القناة برضو. معايا هنا بقى التوابل اللي هعمل فيها الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى معايا الحله فيها ميه على النار بتغلي معايا بالشكل دوت، وبحط بقى التوابل: ورق لوري وملح وفلفل اسمر وبصلايه ومعلقه قرفه صغيره، وبسقط فيها الفراخ زي ما انتم شايفينها كده. طبعا الايام ديك ربنا ياجرنا يا رب ويسترها من الاسعار اللي عماله ترتفع كل يوم بزياده. البصل عدى 20، يعني مش عارفه احنا رايحين على فين بعد كده. يعني والله كل حاجة بقت غالية ويا ربي يعدي الأيام دي على خير. معايا هنا بقى معلقة كبيرة من السمنة زي ما انتم شايفينها كده، مع بصل مع توم مع مفروم. معايا معلقتين من التوم المفروم. هعمل معاكم لقمة تسقية. طبعا انتوا عارفين التسقية بالرز والدمعة، سواء مع الفراخ او باللحمة بيبقى طعمها جميل جدا برضو. بحط هنا بقى التوم مع التوابل اللي انا وريتها لكم. طبعا التوابل بتاعتها معلقه شطه صغيره مع معلقه فلفل احمر اللي هي فابريكا، ومعلقه من الكزبره ومعلقه كمون ومعلقه صغيره من القرفه. طبعا مع الملح، وبقلب المكونات كلها بقلب بعضها بالشكل دوت لحد ما التومية معايا بتحمر او تتحمر بالشكل دوت، تديني اللون الذهبي. وبعدين بطشها بالطماطم. هنا بدأت خلاص دخلت معايا على تحمير، وبجيب بقى الطماطم وبحطها. طبعا دي أكلة بسيطة جدا، بتتعمل بأي وقت، تبقى سهلة وبسيطة وبعرف بنفس الوقت طعمها جميل جدا. وهي أكلة مصرية بتتعمل في أي وقت وتمشي شتا وصيف. بحط هنا بقى الطماطم، بقلب المكونات كلها بقلب بعضها واسيبها بقى تستوي أو تتسبك تتقل يعني. واروح بقى للفراخ، بنشل الفراخ في صينيه وبحطها بقى ايه، لا اما تحمريها لا اما تحطيها بالفرن بالطماطم والبصل. ومعايا هنا بقى ايه، انا كده حمرت الفراخ وجبت هنا كان عيش بيتي اللي هو الشقة او العيش الناشف، بكسره بالشكل دوت. وبحط بقى هنا معلقتين من الصلصة على العيش. طبعا عملت رز بشعرية، طبعا انتوا عارفين الرز الشعرية، ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. حطيت هنا شوية دمعة بالشكل دوت، بحط عليها بقى شوية شوربة، وببدأ بقى ان انا احط عليها الرز، ومن فوق بحط شوية صلصة. طبعا لو ما عندكيش عيش ناشف او العيش اللي هو دوت المخبوز، ممكن ان انت تجيبي العيش بتاع الطابونة وتحمصيه بالفرن، او ممكن ان انت تقليه برضو كده او كده، بيبقى طعمه برضو جميل جدا. بجميع الحالات انا برضو جربت العيش المتحمص بالفرن او العيش اللي هو المقلي، بيبقى طعمه جميل جدا. يعني انا جربت قبل كده كان مقلي، يعني انا حمرته بمعلقه سمنه، كان طعمه برضو حلو واداني طعم برضو ايه، مميز عن العيش اللي هو العادي.
كده انا حطيت عليها بقى الرز وحطيت عليها الدمعة بالشكل دوت، وطبق التسقية كان جاهز معايا. وطبعا احنا كده تاني يوم من عاشوراء. يا رب يكون عجبكم وصفة اليوم. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومحبوبة بالصيف، خصوصا ان الجو الحر والواحد مش عاوز ياكل طبيخ او كده. وطبعا الصيف معروف ان هو عاوز اكلات خفيفة، او لو هتعملي مثلا حاجة زي كده ممكن انت تحطي جنبها يعني ايه حاجات تبلع او تعمل. هنا بقى معايا بطيخة. ده بطيخ النمس، اسمه بطيخ نمس. يعني ما شاء الله كده بيرطب بالصيف، وبيدي برضو ايه، ممكن ان انت تعمليه عصير او تعملي منه اللي هو الجيلاتي. انا هنا بقى بخرطها معاكم بالشكل دوت، وكده بقى جاهز معايا بعد الاكله. بيهضم معاكي زي الفوار، او ممكن ان انت تستخدميه في اي وقت، يعني جنب حته جبنه او بيض. بيبقى فطار او غدا او عشاء برضو جميل معاكي، يعني بينفع في جميع الاوقات، خصوصا بفصل الصيف ده بيبقى محتاجه حاجه ان هي ترطب معاكي. وده كان فطارنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.